السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم القرص الفلاحي على اصولها. انا معايا كده 2 كيلو من الدقيق، انا نخلاهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. ومعايا هنا ايه، معلقه كبيره من المعلقه دي من البيكنج باودر، هنزل بيها هنا كده بسم الله، من الشيف كيك او البيكنج باودر. ومعايا هنا تقريبا 4 معالق او 5 معالق على حسب ما انت هتحبي القرص مسكرة، عايزاها مسكرها زيادة، عايزاها سكرها ناقص، على حسب ما تحبي. دول تقريبا 5 معالق بسم الله. ومعايا هنا كده معلقة صغيرة من الملح بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب كله كده ايه في قلب بعض زي ما انتم شايفين. معلش بقى ايه، التليفون انفصل وانا بحط ايه معلقة الخميرة. عامة انا حطيت معلقة بالمعلقة الكبيرة دي على حبة مية كده دافيين وقلبتهم، وهركنهم بقى على جنب لغاية اما ايه ترتفع شوية. معايا هنا بقى الدقيق، انا معايا بقى ايه المج ده عايرت بيه 3 كوبايات من السمنة، يعني كل كيلو له 1.5 كوباية من السمنة بالمج ده. معايا السمنة اهي، انا هنزل بيها بسم الله الرحمن الرحيم. هي مش سخنة قوي ولا باردة قوي، يعني ايه بين البنين كده. هقلب بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم الكيلو من الدقيق هو 1.5 مج بالمج اللي انا ايه وريته لكم ده، هيبقى مظبوط، وهتبقى السمنة مظبوطة، هتبقى 10/10. انا هقعد كده بقى ايه ابس السمنة كده مع الدقيق زي ما بتبس الكحك بالظبط. ناخد بقى الايه المعلقة كده ايه بايدي بسم الله الرحمن الرحيم، اهو زي ما بتبسي العجينه بتاع الدقيق بتاع الكحك، اهو زي ما انتم شايفين كده، لغايه اما ايه يروح معاكي كده ايه زي حب الرمله كده. وبكده زي ما انتم شايفين انا خلصت اهو، وقعدت ابس فيها كده لما ايه راحت معايا كده زي حب الرمل زي ما انتم شايفين. ومعايا بقى ايه اللبن ما بتحطوش بايه بمعيار، على حسب العجينه بتاعتك ما هتقبل، على حسب العجينه بتاعتك ما هتقبل حطي اللبن. انا معايا كده ايه 1.4 كيلو ايه من اللبن، هنزل بيه بسم الله الرحمن الرحيم. ولو احتاج حطوا له تاني، لو العجينه احتاجت طلع تاني. اهو زي ما انتم شايفين كده، ومعايا الخميره اهي اللي انا كنت مختبراها زي ما قلت لكم بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بها كده، واللبن بقى ايه زي ما قلت لكم على حسب ما العجينه تحتاج. والخميره زي ما قلت لكم انا حطيت معلقه كبيره عشان ما تكتريش من الخميره، عشان ما يبقاش لها ريحه، عشان القرص ما يبقاش ريحتها كده خميره. وزي ما قلت لكم الكيلو له 1.5 مج، اللي هو المج العادي بتاع الشاي، 1.5 مج سمنه، بيبقى مظبوط وهيبقى 10/10. والسكر بقى على حسب. انا كده حسيت ان هي ايه لسه ايه عايزه معايا تاني حبه لبن، ولقيت ان انا ايه هحتاج حبه تاني من اللبن بسم الله. كده زي ما انتم شايفين عجنتها كده ايه، خلصتها كده عادي، وهسيبها ايه تريح كده لمده ايه 10 دقايق بس، او زي ما انتم شايفين كده 10 دقايق بس، وايه وارجع لكم. وبكده ايه زي ما زي سبتها ايه ريحت زي ما قلت لكم اهي تقريبا كده 10 دقايق. ومعايا ايه الصينيه اهي اللي انا ايه هقطع عليها زي ما انتم شايفين كده.
هاخد بقى ايه قطعة صغيرة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. على حسب بقى ما انت عايزه تعملي القرص، عايزاها كبيره، عايزاها صغيره، عايزاها وسط. انا عملتها كده ايه قد البرتقانه كده البلدي. وبكده خلصت زي ما انتم شايفين يا حبايبي. انا قطعتهم كلهم اهو. هغطي عليهم بقى ايه بالاكياس كده بتاعت التلاجة، واسيبهم لغايه ما يرتفعوا شويه. كده غطيت عليهم اهو، اهما عليهم كده بحته، واسيبهم لغايه ما يرتفعوا، وبعد كده ايه هرجع لكم. وكده ايه رجعت لكم كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد بقى من اول واحده عملناها، يعني اول كرة كده ايه كورناها، ناخد اول واحده منها. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده زي ما انتم شايفين هناخد كده اول كرة. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. زي ما انتم شايفين كده اجيب الايه الصينيه اهي، ارص فيها كده زي ما انتم شايفين. ناخد واحده كمان. وبكده زي ما انتم شايفين انا خلصتهم اهو، خلصتهم كلهم فرد كده زي ما انتم شايفين. عملوا معايا كده ايه 5 صواني اهو، 2 كيلو. صواني كبيره يعني مش صغيره. والقرصه ايه سمكها يعني ايه تخين، مش رفيع يعني. بس معلش بقى التليفون فصل مني اثناء ما انا بفردهم، معلش يعني انا اسفه ان التليفون بتاعي فصل. كل شويه التليفون بيفصل وبيبوظ لي الفيديوهات بسبب كده، شكله كده هنك وجاب اخره. هسيبهم بقى ايه احطهم في مكان دافي بقى، واسيبهم كده يرتفعوا، واوريهم لكم بعد ايه بعد ما اسويهم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا كده ايه خلصتهم اهو، طلعت من الفرن وسيبتهم لغايه اما بردوا خالص. زي ما انتم شايفين كده هم عملوا معانا 5 صواني، بس انا نقلت ايه الصينيه الصغيره خالص دي، نقلتها ايه في الكبيره كده، وزنقتهم ايه جنب بعض كده زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده هقسم لكم واحده كده اوريها لكم، وقسمت لكم واحده اهي زي ما انتم شايفين كده. بصوا والقرص اهي مستويه كده من فوق ومن تحت، كلها واخده لون موحد زي ما انتم شايفين كده. كل الصواني كده ايه زي بعضيها اهي. بصوا حبايبي، يا رب بقى يكون الفيديو كده ايه نال اعجابكم. بالله عليكم بقى اللي لسه ما اشتركش في القناه يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله. واشوفكم فيديو جديد باذن الله.